السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم لكم حلقة جديدة جدا عن بعض التساؤلات وبعض الخرافات التي قد تكون حقيقة ونحن لا ندري أسبابها، أو إيه أسبابها العلمي، أو إيه أصلها. النهاردة هنتكلم عن سر وراء عدم ترك الحذاء مقلوب والمقص مفتوح، وأيضا رش الملح بالمنزل. هل هذه خرافات أم أمر عادي أو ليست خرافات؟ الكثير مننا سمع منذ طفولته عن أشياء كثيرة وغريبة من آبائنا وأجدادنا، لكن لا نعرف سبب فعلهم لهذه الأشياء. ومن هذه الأقاويل التي أخذناها عنهم، وهي أنه لا يجب ألا نترك المقص مفتوحا. وعند السؤال عن السبب يقال إنه يجلب النكد. كما نسمع أيضا لا تضع الحذاء مقلوبا ورش الملح داخل المنزل وغيرها. وهناك أيضا بعض الأشياء تفعلها أمهاتنا وتعتبرها من المقدسات، ومنها عدم كنس البيت في الليل. وأيضا هناك بعض الأشياء زي مثلا عدم كنس البيت بالليل، ورش الملح في أرجاء المنزل في المناسبات، أو عند ورود أي شيء جديد زي مثلا فرحة جديدة، شهادة جديدة، دخول عروسين بهذا المنزل. ويتم فعل ذلك دون معرفة ما هو السبب العلمي وراء فعل هذه الأشياء أو هذه الخرافات. لكن العلم قد كشف مؤخرا أن هذه الأشياء التي نقوم بها دون دراية عن سببها أنها ليست خرافات أم إنها خرافات، ولكن العلم أوضح ذلك بأنها ليست خرافات أبدا. فقد اكتشف مؤخرا أن هذه الأشياء تأتي بالطاقة السلبية في البيت. ومن بين هذه الأشياء هو ترك الحذاء مقلوبا. أي مقلوبا على وجهه، وأيضا المقص مفتوحا، لأن هذه الأشياء تجلب الطاقة السلبية في المنزل، فيجب علينا قفلها أو رجعها إلى وضعها الأساسي. أما عن عدم استخدام المكنسة ليلا، المكنسة اللي هي المقشة ليلا، فأثبتت الدراسات أن الكنس في فترة النهار يجعل التراب أو الغبار ينجذب ناحية ضوء الشمس. أما لو تم الكنس في الليل فإنه في أغلب الأوقات أن هذه الأتربة تدخل في الصدر أو في صدر الإنسان فتسبب له المشاكل الأمراضية. وقد جاء العلم الحديث وأثبت أن رش الملح يجلب أو يأتي بالطاقة الإيجابية في المنزل. ويقال أن هذه العادات أصلها فرعوني أو من زمان جدا، لأن الفراعنة زمان كان عندهم درجة عالية من العلم وبيقدروا يستفادوا من كل حاجة ويعرفوا ايه أسبابها. فكانت الملح كانوا يرشوه في أي مناسبة، فإنه كان يجلب الطاقة الإيجابية للمناسبة أو
في الشيء اللي هيحصل. وفي نهاية الحلقة نشكركم شكرا جزيلا على المشاهدة، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو الحلقة عجبتكم النهاردة، ما تنسوش اهم حاجة الاشتراك على القناة من تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.